تمام، خلينا ناخد النصايح دي ونحطها تحت المجهر كده بعين الشيف اللي واقف قدام نار سخنة. بس يسخن الطاسة كويس الأول. سخن الطاسة. الطاسة لازم تبقى سخنة لدرجة إنك تحس إنها مستنية اللحمة مش العكس. الصدمة الحرارية دي هي اللي بتعمل القشرة البني الحلوة وبتحبس العصارة جوه. لو الطاسة فترة اللحمة هتعرق بدل ما تتحمر، وساعتها بنودع الطعم الصح. الصبر عند التحمير. اللحمة مش لعبة بينج بونج، سيبها تاخد لون محترم الأول وبعدين اقلب براحتك. التقليب الكتير بيبوظ القشرة وبيطلع العصارة. زحمة الطاسة. لما تحط كمية كبيرة مرة واحدة الحرارة بتنزل فجأة وتلاقي نفسك بتسلق مش بتحمر. الحل؟ اشتغل على دفعات وخلي لكل قطعة مساحتها الخاصة كأنها VIP في حفلة نار. بوحة المية أو المرق لازم تبقى سخنة. بعد ما اللحمة تتحمر وتديك الريحة اللي تفتح النفس، لو هتزود سوائل لازم تبقى سخنة جدا. المية الباردة بتفصل العملية كلها وبتشد اللحمة. ترتيب التوابل. التوابل الصحيحة من الأول عشان تسيب بصمتها، المطفونة بعد التحمير عشان ما تتحرقش، الخضرة في الآخر قبل التقديم عشان تفضل فريش ومنعشة. تحميص المنكهات. حبهان وورق غار وقرفة يتحمصوا في الزيت الأول كأنك بتصحيهم من النوم، الريحة هتسبقك قبل الطعم. التسوية الهادية. بعد إضافة المرق وطي النار خالص، النار العالية بتعاند اللحمة إنما الهادية بتطبطب عليها لحد ما تستسلم وتبقى طرية. ممنوع غسل اللحمة. اللحمة لازم تدخل الطاسة وهي ناشفة تماما، المية عليها معناها بخار زيادة، وبخار زيادة يعني مفيش تحمير مظبوط. استوب راحة اللحمة. بعد ما تستوي سيبها دقيقة أو 2، العصارة جوه بتبقى عاملة زحمة، لو قطعتها فورا هتهرب كلها. اديها فرصة تهدى وترجع تتوسع، وساعتها أول قطعة هتقولك شكرا. وفي الآخر المعادلة بسيطة لكنها قوية، قطعة صح زائد طريقة صح زائد فرق واضح في الطبق. اللحمة مش مجرد مكون، ده امتحان شطارة الشيف، لما تفهمها هتديك أحلى نتيجة.